القضية ديال اختفاء الطفلة سندس بمدينة فشاون دخلت اليوم 11 ديالها الإخوان وسط استمرار عملية البحث المكثفة اللي كتقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. ومنذ اختفاء الطفلة المدينة كاملة بقات عايشة حالة ديال ترقب وقلق، خصوصا أن الطفلة مازال ما بان حتى أثر واضح كيحدد المصير ديالها. مع مرور الأيام قررت السلطات توسيع نطاق البحث ليشمل مناطق جديدة، من بينها محيط قنطرة أماغوس الواقعة بالجامعة الترابية سيفت تابعة لقيادة قاع سرسراس. وفي هذا المكان باشرت عناصر الوقاية المدنية التابعة لمركز الإغاثة بوحمد عملية تمشيط واسعة شملت ضفاف الوادي والمناطق المجاورة، وذلك في محاولة للعثور على أي أثر يمكن أنه يؤدي إلى معرفة أشنو وقع للطفلة سندس. هذه العمليات راه كتدار بتنسيق بين عدة جهات من بينها السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية. إذا كل يوم راه داخل في سباق مع الزمان باش يتم العثور على الطفلة سندس اللي مازال عمرها ما تجاوز سنتين. وترجع تفاصيل هذه القضية اليوم 25 فبراير الماضي، حين اختفت الطفلة بشكل مفاجئ من حي كرينيسيف بمدينة فشاون في ظروف مازال الغموض كيطبع لحدود الساعة ولا حدود اللحظة. إذا بعض المعطيات وسط العائلة فقد تم العثور على حذاء الطفلة داخل الوادي القريب من المنزل، وهو المعطى اللي خلى الأسرة ترجح فرضية سقوطها في الوادي. لكن إلى حدود الساعة هاد الفرضية مازال ما تأكدتش رسميا، حيث كتأكد المصادر أن جميع السيناريوهات ما زالت مطروحة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية. ومنذ اللحظات الأولى لاختفاء الطفلة باشرت المصالح الأمنية عمليات بحث واسعة شملت محيط الحي اللي اختفت فيه الطفلة إضافة إلى عدد من المناطق المجاورة. لكن رغم هذه الجهود الكبيرة الأبحاث ما زال ما وصلت حتى نتيجة حاسمة بخصوص مصير الطفلة سندس. وفي إطار توسيع البحث امتدت عملية التمشيط حتى إلى متجر والد الطفلة بمنطقة مشكرالة تابعة لجامعة بابتازة بإقليم الشاون. السلطات استعانت كذلك بعدة وسائل تقنية وبشرية من بينها كلاب مدربة للبحث وطائرة مسيرة، إضافة إلى مروحيات تابعة للدرك الملكي شاركت في عملية التمشيط الجوي. إذا وفق رواية العائلة كانت الطفلة داخل المنزل قبل لحظات من اختفائها، وحسب نفس الرواية فقد خرج الجد متوجها إلى المسجد من أجل أداء الآذان، ويعتقد أن الطفلة تبعته دون أن ينتبه لذلك. وفي نفس الوقت كانت الأم داخل البيت بعدما وضعت مولودا حديثا، بينما كانت الجدة قد خرجت إلى السوق. وعندما عادت الجدة إلى المنزل سألت عن الطفلة فقيل لها إنها رافقت جدها، لكن المفاجأة كانت عندما عاد الجد من المسجد ليتبين أن الطفلة لم تكن معه أصلا. ومن هنا بدأت لحظات القلق والخوف قبل أن يتم إشعار المصالح الأمنية فور اكتشاف اختفائها. ومنذ ذلك اليوم ومدينة الشاون تعيش على وقع تعبئة مستمرة، حيث تتواصل عمليات البحث وسط تفاعل واسع من طرف الساكنة التي تتابع تطورات القضية بقلق كبير. كثيرون أيضا استحضروا حادثة الطفل ريان التي هزت المغرب قبل سنوات بعدما سقط في بئر ضواحي الشاون، وهي الواقعة التي خلقت موجة تضامن وطنية ودولية كبيرة. واليوم الأنظار كلها متجهة إلى الساعات والأيام المقبلة التي قد تكون حاسمة في كشف ملابسات اختفاء الطفلة سندس. ويبقى السؤال المطروح الذي يطرحه الجميع: أين اختفت الطفلة؟ وهل ستكشف عملية البحث الجارية عن الحقيقة قريبا؟ إذا شنو الرأي ديالكم؟ واش كترجحوا فرضية السقوط في الوادي ولا ممكن يكون سيناريو آخر؟